ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أصحابي عاملين ايه؟ كان في واحدة جميلة، صاحبتنا على في القناة. طلبت مني التنظيف بتاعت حجرة بنتي، بس هو صراحة احتمال كبير مش هعرف انضفها معاكم صراحة. مفيش حد يصورني ومش بعرف اصور لوحدي وانا بنضف، وعشان ابين لك كل حاجة بالتفصيل الحقيقة مش هعرف. فانا قلت بقى ايه، هصور الاول كده قبل التنظيف، وان شاء الله هصور لكم بعد التنظيف. تمام. هي كده الحجرة قبل ما ننضف حاجة شكلها كده. خلاص كل ده هنزله. انا لسه عامله لها الاستيكر ده جديد. هي عايزه تغير بقى وكده عشان العيد، فنقت لها بقى ستيكر كان عندي، كنا جايبينه قبل كده بس ما كنتش لزقته يعني. فهي صممت اللي انا اعمل لها حاجه جديده يعني. فشلت القديم الاحمر، لو تشوفوا في الفيديوهات القديمه حجرة هايدي كنت مصوراها بالستيكر قبل ده الاحمر، فانا غيرته وهحط بقى ايه، حطيت خلاص الستيكر الجديد دوت، بس ما يعني حطيتش منه كتير يعني. خلاص، او زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شلت التلفزيون وده السرير. لسه هنا بقى الجزء اللي فوق بتاعت التسريحه بتاعتها دي لسه ما لزقتهوش يعني، بس هو مكانه هي الورقه بتاعته، بس لسه ما عملتوش الصراحه. قلت كده نصور بقى كده قبل التصوير قبل التنظيف بس. ان شاء الله تشوفوني بقى على خير بعد التنظيف. انا شلت الالموتيل وهغسله بقى ان شاء الله. خلاص الالموتيل على فكرة بيتخلع، بس اهم حاجة تكون الظرف خفيفة يعني صغيرة زي دي، دول ضرفتين صغيرين. انما الظرف الكبيرة لا، بتبقى تقيلة جدا، فما انصحكيش ان انت تشيليها يعني، او لو شلتيها حد يشيلها معاكي يعني. دول سهلين، انا شلتهم وهغسلهم ان شاء الله. ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي انا هنا خلاص خلصت الحمد لله حجرة بنتي. دي حجرة البنت بس. هنقول كده اول حاجة بسم الله. ابتدينا ازاي، عملنا ايه في الأوضة قبل ما يعني واحنا بننضفها. اول حاجة زعفت السقف كويس جدا. خلاص. وبعد كده نضفنا النجفة ديت، نضفتها كويس بقماشة ناشفة. وبعدين طبعا الستارة بتاعتي كانت متنضفة. بعد ما اخر حاجة بعلقها الستارة وبفرش السرير على طول. خلاص. هنا كان في تلفزيون شيلته، لاني اكتشفت البنت بتصحى متأخرة من النوم. اشمعنى كلنا صاحيين ونايمين في وقت واحد؟ لانها بتقعد تتفرج، لقيناها بتقعد تتفرج على الكرتون طول الليل، فبتنام بقى براحتها وتصحى براحتها. فقلت لا، شيلته ووديته في اوضه اخواتها، بحيث لو قلت له يلا يلا هننام، هدخلها الحجره بتاعتها وهتنام على طول بدون تلفزيون. بس حاطه لها اللاب هنا، ده دوت اللاب بتاع الولاد يعني. حطاه لها هنا، احيانا بفرجها على برامج تعليميه هي واخوها. خلاص، اخوها في كيجي وهي في ابتدائي، لسه صغيره يعني. فبشغلهم برامج تعليميه هنا، انجليش كلام من ده يعني، جدول الضرب، يحفظوا كده شويه هما قاعدين يعني. فرشت السرير بتاعي هنا. طبعا المفرش السرير دوت اللي انا جبته، عملت لكم فيديو عن المشتريات المفروشات بتاعه العيد. خلاص، ده المفرش بتاعها. زي ما انتم شايفين كده. والله انا حاولت اشيلها الاستيكرات دي، بس هي مرضتش خالص. قلت لها مش خايفه منها، قالت لي لا مش خايفه منها، سيبيها يا ماما. قلت لها خلاص اوكي، سبتها لها. غيرنا طبعا اسمه ايه الستيكر، كان ستيكر شكل تاني، غيرناه وحطينا ستيكر تاني. كان في ناس بتقول الستيكر لو اتشال مش هيعمل اثر على الخشب. ما عملش اثر خالص، وشلته وركبت غيره، وكان بيتشال في منتهى السهولة زي ما انتم شايفين كده. عملت في الكومود والتسريحة هنا زي ما انتم شايفين. هنا كان في، لو تفتكروا في الفيديو القديم بتاع حجرة بنتي، هنا كان في كرسي انتريه. الحقيقة انا شلته لانه كان كاتم الأوضة قوي، شلته
وجبت مكتب اخوها الصغير هنا لانهم هما الاتنين بيحبوا يذاكروا مع بعض. لانهم تقريبا قريبين في السن يعني، فبيحبوا يذاكروا هنا مع بعض. الكرسي كمان حطت لهم عليه ستيكر لان اخوها بيبتدي يحط، عايز يقعد يحط القلم فيه ويخرمه، فخفت عليه فرحت مداريه كده شويه لغايه لما يعقل. المكتبه هنا نظفناها كويس وشلنا الكتب خلاص والكراريس بتاعتنا ونضفتها وسبتها فاضيه كده، والدباديب والحاجات دي نزلناها وغسلناها وحطيناها تاني. هو اخوها بيذاكر هنا بس معاها، انه ما فيش حد بينام معاها صراحة، بخليها هي لوحدها، الحجرة مستقلة ليها يعني. زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت. نظفت الارض كويس ونظفتها ومسحتها بالديتول، وبعدين فرشت السجادة والسجادة كانت مغسولة. زي ما انتم شايفين كده، كان في شوية كراكيب وحاجات كده زحمة شلتها يعني، لانها متعبة الصراحة في التنظيف، وبيقعدوا يرموها كل شوية في الارض ونلم ونشيل ونحط، فحاولت اشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة. آه طبعا الحجرة دي هايدي كانت عايزاني اغيرها لها صراحة، خلاص كانت عايزاني اغيرها لها، وبتقولي يا ماما غيري لي الأوضة، هاتي لي واحدة تانية جديدة يعني. فصراحة انا قلت لها لا، استني شوية اما تكبري عشان تعرفي تحافظي على اوضتك بنفسك. لاني بصراحة هما لسه صغيرين يعني، فالحجرة دي هتستحمل الدربكة بتاعت الأطفال، هتستحمل الشخبيط على الحيطة، الشخبيط على المكتب، الشخبيط على الدولاب، تعرفين الشقاوة بتاعت الأطفال. هتستحمل حتى لو في البانة وقعت ولزقت في السجادة. آه، زي ما انتم شايفين كده خلاص أنا خلصت، وانا عامله لكم جزء بسيط هنزله لكم اول الفيديو قبل ما كنت انضف الحجرة بتاعتها، هتشوفوه ان شاء الله. بس كده خلاص الفيديو خلص، والأوضة بسيطة يعني ما فيهاش اي حاجة جديدة او اوفر او كده. بس شكرا، كنتم مع قناة اسرار شيري. لو انت لسه جديدة في القناة بتمنى ان انت تشتركي في القناة. أه واتمنى تشاروا لي الفيديو بين اصحابكم. كنتم مع قناة أسرار شيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.